ايمن رمادي مشي بناء على ايه؟ كان في مشاكل. ما فين المشاكل؟ مع ايمن رمادي. ليه؟ مع وائل الاباني وده طلع. لا ماليش دعوه لا انا بكلمك بقى على الفني داخل الملعب. شفت انت وهو معهوش لعيبه مع قدام بيراميدز اللي هو احسن فرقه في افريقيا. هو اللي اتفق مع ايمن رمادي ان كان هيجي شهر بس. خد بطوله، ما هو كان هيجي شهر، لو خد البطوله كان هيكمل. ارجع للتصريحات الاولانيه، ارجع للتصريحات الاولانيه يا عم. لا انت بقى والله بقول لك المعلومه يا كابتن رضا، اللي اتفق مع ايمن الرمادي لمده شهر واحد كسب البطوله، خسر البطوله. طب كسب البطوله، طب كسب وكسب انا هنا لومت عليه انه قبل انه وكسب البطوله صح؟ تمام. يكمل ولا ما يكملش؟ بس ده عشان هيوقف نادي الزمالك على رجله. هم مش عايزين كده، مجلس الاداره مش عايز كده. ازاي يا كابتن؟ زي الناس. هو انا واحد جايب لي بطوله امشيه في 30 يوم؟ رضا يعني ازاي انا مسؤول مش هبقى عايز ان فرقتي او النادي بتاعي طب فين بقى من الخساره؟ فين بقى من الخساره من وادي دجله والنادي الاهلي والتعادل مع المقاولين والتعادل مع الجونه؟ فين مجلس الاداره ما جابش الراجل وقعد مع علي وقال له اشرح لنا الفرقه مالها في تدهور ليه؟ ده اسهل دوري لنادي الزمالك ياخده السنه دي. يعني انت شايف ان فيريرا مش يعني مش على مسؤوليه الزمالك زي ما الكابتن ولا مجلس الاداره على مسؤوليه نادي الزمالك. اسمع اللي انا بقول لك عليه. والله العظيم لو بيحبوا نادي الزمالك كانوا خلوا ايمن الرمادي، اقسم بالله. انما هم مش عايزين نادي الزمالك يفرح ولا جماهيره تفرح. ازاي يا كابتن مجلس الاداره اقول لك على حاجه، اقول لك على حاجه، جماهيره تفرح. ماتش القمه يعني هو في مسؤول عايز يبقى فاشل في ناديه او في المسؤوليه اللي هو فيها؟ ازاي؟ زي الناس. انا هقول لك حاجه. تمام. تعرف جماهير الزمالك عندها ارض اكتوبر تضيع وكانوا يكسبوا ماتش القمه؟ لا خالص، هم ما بيفكروش كده. لا انا بقول لك جماهير يعني الزمالك، جماهير الزمالك كانت هي مهتمه بعوده ارض اكتوبر. لا ومهتمه بماتش القمه ان هم يكسبوه باي ماتش. لا ماتش القمه انا قلت لك ماتش القمه ما تجيش الارض بس كانوا يكسبوا. لا ازاي يا كابتن؟ يا عم انا اللي بقول لك ده مستقبل الزمالك. استنى بس، الناس بتكلمني ولا بتكلمك؟ ايوه ماشي يا كابتن. الناس بتكلمني 3 انفار 10 انفار. لا مش 10 انفار، ده كل نبض جماهير الزمالك كده. كابتن ارض اكتوبر ده مستقبل الزمالك. ما تعمل استفتاء. لا ملهاش علاقه يا عم. بص ارض مستقبل الزمالك للنادي لمجلس الاداره للنادي والفرقه لا الكوره. انا بتكلم على الجماهير. انا ما قلتلكش لمجلس الاداره ولا اللعيبه ولا المسؤولين. انا بكلمك اسال اعمل استفتاء يرجع اكتوبر ارض اكتوبر ولا الزمالك يكسب الاهلي كان الماتش اللي فات. تمام. اعمل استفتاء. كابتن مجدي، اللاعب اللي كان اداؤه مفاجاه بالنسبه لك في ماتش القمه مين؟ كوكا. كابتن ابو الدهب. كوكا بص مرعوبين من كابتن والنبي يا كابتن ما تعلقش، هم حرين. ثواني بس يا كابتن، ثواني يا كابتن ابو الدهب، مالكش ثواني يا كابتن مجدي. ثواني يا كابتن ابو الدهب، كابتن ابو الدهب، كابتن هم حرين في وجهه نظري. وانا حر ما تعلقش، ما تعلقش على حد، ما تعلقش على حد يا اسلام. مين اللاعب بعد اذنك؟ انا افهمه بس لا ما تهنيش في النبي. ثواني يا كابتن مجدي، ثواني يا كابتن مجدي بس بعد انا قدامي دقيقه واحده لازم افهمني بس. كابتن رضا، مين اللاعب اللي كان مفاجاه؟ حسين الشحات. يا اسلام يا اسلام لحظه واحده. احنا لما يكون قدامنا لعيب كوره كويس 5 دقايق ماشي. لما يكون قدامك لعيب كوره كويس وتعمل له حساب وبعدين تلاعب له تحط له لعيب كوره، ده انت حاطط له 3 يابا 3. تمام. بن شرقي وتريزيجيه واحمد كوكا. بص ارجع للمباراه اول ما بيمسك الكوره ايه اللي بيحصل؟ وتحط له لعيب علشان على الحته الفنيه. لما هو كان بيمسك كوره احمد كوكا في ظهره هتبص تلاقي تريزيجيه بيرجع، هتلاقي انا لازم بن شرقي بيرجع. عندي سؤالين مهمين لازم اسالهم بسرعه بقى. عشان تحط لعيب يقفل المفتاح ده ويقفله بالضبه والمفتاح خلاص ده خلص عليه. فلازم يبقى حطه في الشباب على حد بيجي كابتن مجدي، مين اللاعب اللي لو كان شارك من البدايه كان هيفرق مع اي من الفريقين سواء في الاهلي او في الزمالك؟ سريعا. لعيب كان هيفرق مع لو شارك من البدايه في النادي الاهلي، في الاهلي او الزمالك كلهم شاركوا. لو شارك من البدايه حسين برضه
حسين الشحات. كابتن رضا في الاهلي او الزمالك لو شارك من البدايه كان مين فريرة ده ما جاش خالص يا جدع. فريرة ده واقف اصلا مش عارف ان ده ماتش قمه. ماشي. ورحمة الله وبركاته. ده تعليق الإعلام المصري، أو بمعنى أصح تعليق رضا عبد العال على مباراة نادي الزمالك أمام نادي غزل المحلة. لا، النهاردة غزل المحلة عمل مباراة العمر. تحس إنه متعود على التعادل، مش هتيجي على الزمالك يلا تعادل. فبصراحة مباراة غريبة جدا جدا جدا، ومباراة شيقة. وتشوف الهدف بتاع غزل المحلة، الواد حطها. ايه ده؟ ايه اللاعب ده يا جماعة؟ اللاعب ده لازم نوديه الاهلي، لازم يروح الاهلي بجد. لاعب راس حربة صريح، لاعب ممتاز جدا. قدر، هي كرة صعبة، انا من وجهة نظر الكرة هتبقى يعني صعبة على ان هو يستلمها باليمين ويحطها، يستلمها بالشمال ويحطها باليمين. ده لا، حطت مع اليمين بصراحة. واحد لما بيتفرج على مباريات النادي غزل المحلة بيبقى يعني بيبقى واثق 1,000,000% ان النادي ده مش هيعدي المباراة كده بالساهل. يا جماعة لعيبة ما شاء الله، قدرت تحافظ على النتيجة، قدرت ترجع للمباراة بالهدف القاتل النادي غزل المحلة عمله. فطبعا مش عارف والله، رضا عبد العال بيتحسر على الزمالك وبيقول لك ان الزمالك ما عندوش مدرب، ما عندوش فكر، ما عندوش اي خطة، بيلعب كده فرقة على الله، ما عندوش هدف. هو انت نادي الزمالك في الصدارة، لكن البساط بيتسحب من تحت اقدامه واحدة 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 واحدة. لسه النادي الاهلي بيلاحق وبيسابق، يعني مش مديله فرصة. فطبعا خايف اصلا كابتن رضا عبد العال من صدارة النادي الاهلي، وشايف ان النادي الاهلي هو اللي فايق، هو اللي فاق بعد المباراة بتاعت النادي الاهلي امام الزمالك. فشايف ان النادي الاهلي مكتسح، شايف ان النادي الاهلي مش هيقف قدامه حد، شايف ان النادي الاهلي خطير. خصوصا ان كل حاجة كانت مهيئة للنادي الزمالك، والحكم كان مع الزمالك والفار كان مع الزمالك، لكن بفضل ربنا عز وجل وبعدالة ربنا عز وجل قدر يفوز النادي الأهلي ويتفوق ويصنع الفارق ويتقدم مراكز، مش مركز واحد ولا مركز 2 ولا مركز 3، لا، تقدم مراكز. المباراة القادمة النادي الأهلي أمام كهرباء إسماعيلية، اتفرج وشوف النادي الأهلي لو كسب إن شاء الله بإذن الله هتلاقيه النادي الأهلي طلع فوق وبقى في الصدارة. خلينا نشوف القادم ونشوف النادي الاهلي هيعمل ايه ونادي الزمالك هيعمل ايه، ونشوف تعليقات الكابتن رضا عبد العال في ايام مقبله باذن الله. عايزك تتفرج على الفيديو للاخر وتشترك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.